لك يا صباح الخير، يا صباح الورد الأحمر الجوري. يعني شوفوا، أنا وقت بكون بمكان حلو والله إني بغص إنه تكونوا كلكم معي، لأنه بعرف أنتوا قديش هيك بتحبوا هاي الأجواء وبتحبوا هاي الفيديوهات، وبحب صور لكم إياها لحتى تشوفوا جمالية الصباح يلي أنا حاليا متصبحة فيه. يعني فيكم تقولوا هذا فعلا صباح الخير. يعني في أحلى من إنه الواحد يتصبح على هيك منظر ورد وخضار، وبتكون تشوفوا انتوا الريحة يلي بتكون طالعة الصبح من الورد ومن الخضار. يعني بسم الله وما شاء الله، والله العظيم انه هيك قعدات فعليا بتفتح النفس. اليوم حابة اخذكم معي وفرجيكم كيف انا بقضي يومي بقلب المزرعة، وفرجيكم هيك الاجواء الحلوة. هلا ما رح اعملكم جولة بقلب المزرعة لانه نحن على قناتنا الثانية صورنا لكم فيديو كامل عن جولة بقلب المزرعة، وصورنا لكم كمان كثير فعاليات حلوة، فروحوا تابعونا هنيك لحتى تشوفوا هاي الفعاليات وهي الفيديوهات. واكيد كمان قبل ما نبلش فيديو اليوم بدي اياكم تفجروا لي هذا الفيديو لايكات وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتتابعوني على حسابي الانستغرام والسناب شات بتلاقوهم كمان تحت بصندوق الوصف. وهلا مالي عرفانه انا، يعني حاسه هذا المنظر اللي وراي حتى ما بده قهوه، يعني صباح غير شكل. هلا ما بعرف، عم فكر اول شيء اني اشطف هيك الارض. بتعرفوا الصبح وقت تشطفوا الارض بيكون في خضار وفي ورد وهيك بصير المنظر، وبصير بيعطيكم احساس رطوبه كثير كثير حلو. وبلشت الشموسه تحمى، هلا الساعه شي 8 الصبح تقريبا، فبدي اشوف اذا قدرت اني لاقي شي بربيش اني اقدر مده واشطف رح اشطف، او بدي استعين بابو الجل وفيقه. وحرام ما فيقه بصراحه، يعني يروح عليه هيك صباح، لا عم فكر اني فوت فيقه ونعمل اطيب فنجان قهوه سوا. يا عيني والله غير شكل. شايفين بس الفلاتر تبع المسبح بتضلها شغالة أغلبية الوقت وعلى مدار الساعة، يعني طول ما هي في كهرباء كل شوي وشوي بتشتغل. فشوفوا لي المرجوحة هي، مدري قعدوا عليها امبارح مدري شو ساووا فيها، صارت هيك مايلة، فبظن بدها تعديل من الإحبال من فوق. هي شوفوا امبارح كمان آثار الجريمة، كنا عم نلعب بعدين تعبنا زتينا الراكيتات بالمي وكنا حنزت حالنا كمان بالمي. هلا اذا بقلكم شو جاي عبالي بتضحكوا علي. جاي عبالي امسك بربيش المي واسقي الوردات واسقي الزرع، هيك امسك ورش المي، بس ما بعرف اذا مسموح ولا ممنوع، لانه شكله حاطط تنسقى الورد بشكل اوتوماتيكي، يعني هو ما بيسقيهم. لانه شوفوا شو لقيت هون، فما بعرف اذا هي بتكون تنقيط لحالها، يعني هي اللي بتسقي حالها بحالها. شايفين كلها برابيش جوا، فبصراحة ما شاء الله ليكوا هدول ما أحلاهم، هيك مجموعة لحالهم. فبصراحة خايفة إني أسقي الورد يقوم يموت أو ينسقى زيادة. هلا هو في بربيش مي هنيك حاطينه وكتير طويل، بس ما بعرف ليش ما عم يشتغل معي، يعني فما رح نخبص الدنيا هلا بلا ما نخرب شيء. هلا أنا رح أشطف هون بس القعدة اللي بدي أشرب فيها قهوة، بس رح ينكت مي كت يعني بدون شطف بالبربيش، مع إنه والله بالبربيش أحلى. وهلأ بقى صار بدها انه نحط القهوة على النار. بسم الله. هلا انا بحس انه في نوعين من العالم وقت بتكونوا اخذين مزرعة او شي مكان تصيفوا فيه. نوع ما بيحب انه يخرب روتين نومه ابدا، وما بيحب انه يجي على حاله بالنوم او يجي على حاله بالسهر، بيحب يضل مرتاح ويفيق امتى ما بده وينام امتى ما بده. والنوع الثاني يلي ما بده يروح على حاله لحظة، يعني بيحب يواصل الليل مع النهار. أنا طبعا النوع الثاني. هلا أنا بحس وقت بتكونوا جايين على مكان إنه تنبسطوا فيه، وخصوصي إذا كان مثلا يومين أو ثلاثة، أما إذا مثلا معكم أكثر من يوم إنه ماشي الحال، أما إذا بس يومين ثلاثة فبحس إنه لا، لازم الواحد يستغل عن جد كل لحظة وينبسط فيها وما ينام، لأنه بالنهاية لاحق الواحد يرجع وينام ببيته. وهي هلا غليت المي، صار وقت إنه نلقم القهوة. أنا كان لازم أجيب معي دولة أكبر من هي، لأنه هي للأمانة ما بتعمل شي بهيك أجواء. هي ضرورية، هي لازم تنكب القهوة معي، يا على الغاز يا أما هون.
شايفين هذا الفنجان؟ أنا مستعدة إني ضل مواصلة الليل مع النهار مشان لحق أشربه بكير الصبح وقت تكون هدوء. فلازم الواحد يفيق كتير بكير، الساعة 7 6 8، أو لا تناموا أبدا مشان تشربوا هيك فنجان قهوة على رواق. بسم الله. الله، لا عن جد الله. هلا ابو الجل زبط لي موضوع البربيش، بس قال لي انه ما بيوصل كثير لهنيك، فانا رح احقق امنياتي. معلش بس خليني نشوف من وين الفتحه تبع المي. يعني انا معلش خليني كتكت شويه مي، معلش حقق احلامي. لازم نعمل هيك. بسم الله. ابو الجل ما طلع مي ليه؟ ليش بدك فيها؟ بدي اشطف شوي. انا شفت الحنفيه. لا سكريه بسرعه. شكلي عملت غلط، لازم اسكرها بسرعه. يعني هي اشياء انا بعرف انه هي اشياء رجاليه، بس يعني انا عم حاول، معلش عم حاول. ايش بتخلصي انت؟ طب بدي اشطف، بدي احقق احلامي مشان الله. اساليني بدو يبقى ها اشتغلت المي هذه. ليش طلع منها وسخ؟ استنى حتى تجي المي. هاي هي يا عيني. هدول حنسقيهم، اما الوردات لا، الوردات بحس كثير حساسين، حرام. يقبرني انا المبسوط، يقبرني اللي عم يصيف. والله هي البطوطه جبتها خصوصي لإله، بس شايفين مشوب ومبسوط. بس كان لازم جلال يجيب لي كمان بطوطه كبيره لإلي مشان اقعد انا وياه، يعني هيك انا بغار منه للامانه. يقبرني انا شو مبسوط. هلا اول ما بتنزلوا عليها بتحسوها كثير كثير بارده، وانا كنت خايفه انه هو ما يتقبلها لانه عن جد بارده، بس لانه الشمس حاميه الوضع رواق. بس ليش ما جبت لي انت بطوطه انا كمان؟ امسكيه يمين من بطوطه، حطيه خليه يسبح لحاله يتعلم من هلا. يا عيني هلا وصل الدعم، جابوا لنا سندويش فلافل. نشوف، استنوا نشوف شو في بقلبه منهم. بالسمون، حاطين بقلبها سلطه ومخلل ودبس رمان. ما شاء الله حولك، ما شاء الله. لا مستمتع كثير، مبين عليك. ابو محمد فكرته بالمرجوحه تنجح. حبيتوها يعني؟ ايه للامانه جاهز. بس هي خرج لا. هي يعني نسوان اولاد ابدا ما خرجكم انتم يعني. 1 2 3. هي حصرا على الآية ها. يعني ايه عاملكم انك تمرجحوا مو تنطوا عليها. والله صح، والله صح. هلا بشوف الفيديو بيقول هدول جايين نطوا، ما حنط، والله ما حنط. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله صرت سبحان مرتين، منزلتني ومطلعتني، منزلتني ومطلعتني، منزلتني ومطلعتني، لانه ما بدها تخليني اسبح، بدها اني بس يجي اني اصورها. هاي حصور لكم اياها، شوفوا هي عم تطبخ. حط لك اياها ها؟ ايه حطيها. حط لك اياها بالكواليس ها؟ حطيها. طيب ماشي. شو بدك مني؟ طب سؤال، هلا سؤال، اذا انت بتثبتي لهم الكاميرا هون يا ام السوس ها بيمشي الحال امانه؟ بيمشي الحال ولا لا؟ انتم شايفينها ولا لا؟ فوق ما انا بحب وجودك معي بالمطبخ، لانه بصير نفسي اكسترا طيب. ما لك ايه بس سؤال، سؤال نفسي طيب. سؤال، ساعدتك الصبح بالتصوير ولا لا؟ مو انت عم تساوي القهوه وانت عم تاي، ما ساعدتك؟ واذا يعني ما دائما. طب لانه حتعتم العين بدي اسبح. ما بدي اطبخ، انا رايحه على بيتي. خلص طولي بالك يا على الباذنجان. كيف يا ويل قلبي لك. بس خلينا البطاطا المقليه ليوم المشاوي. اي والله. يا هذا الفيديو لك، انا ما دخلني فيه، انا اسف. معلش هو عمل تطفل من دون ما يستاذنكم حتى، بركي انتم مثلا داخلكم منه بعد قناتنا ومو حابين تشوفوا هون غيري انا. المهم اكلتنا اليوم يا جماعه الخير وين؟ ايوه هي لطاشة الناموس، ابدا مو اصحاب ابدا معه. هلا هذا هو الزيت الزيتون اللي قالوا لي عفريني، ان شاء الله يا رب يكون طيب. والمجدرة شو بدها ابو الجل؟ بدها زيت زيتون تقتلها قتل. بس احذر شو خايفه انا، خايفه يخلص الغاز، ما بعرف ليش حاسه الغاز كثير 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 نايف، يعني الطريقه غريبه. اساسياتها هي البصل المقلي، بس بتعرفوا انه انا ما كثير بحب البصل المقلي فوق المجدره. كنت حبي هولندا هذا البصل اللي بيكون ناشف مقلي، بس ناشف اللي مقرمش، هذا بحبه، بس ما بعرف ليش مو كثير يعني، فاكيد انتم حتستغربوا من هي المعلومه.
كتار؟ جوال كمية. قلال كتار؟ لا قلال؟ عم كتر عم ساوي لك هيك؟ هلا غير المجدرة حاعمل كمان سلطة معكرونة، هيك سلطة باردة يعني، هي كتير كتير طيبة. هلا سلطة المعكرونة فيكم تحطوا لها الأشياء اللي أنتم بتحبوها. أنا بحب حط لها جزر، فليفلة، درة، فيكم تحطوا لها دجاج، فيكم تحطوا لها مرتديلا، هوت دوغ. بس للأسف نسينا نجيب فليفلة ونسينا نجيب جزر، فرح نعملها بس بالدرة والدجاج والهوت دوغ يعني، أول مرتديلا. وهلا فرجيكم كمان شو بنحط لها. هلا انا كمان بحب احط لها مخلل. المخلل لو بتحطوا له دجاج بتطلع كتير كتير طيبه، اما اذا ما حابين تحطوا له دجاج، لانه في كمان مرات انا بساويها بس بالفليفله، فليفله وجزر يعني بس بالخضره، ما بحط لها لا مرتديلا ولا هوت دوغ ولا بحط لها دجاج، فبتطلع المخلل معه ما كتير طيبه. بس لو بدكم تحطوا له دجاج عن جد جربوها مع المخلل بتطلع بتجنن. وهلا صار وقت انه نتبل سلطه المعكرونه. هي بنحط لها مايونيز طبعا على حسب الكميه، بس يعني لازم تكتروا لها لانه المعكرونه كمان بتغب المايونيز، وبدها معلقتين لبن عشان ما يكون بس كلياتها مايونيز. هلا انا بالبيت بحط لها خردل، بحط لها خل، بحط لها ثوم، بس هون نحن ما لنا جايبين القواتيل كلياتها للامانه يعني، فهي الاشياء كلها حنستغني عنها، بس رح نستبدل الخل بعصره ليمون. هلا هيك المجدرة صارت جاهزة، شوفوا لي بسم الله ما شاء الله. طبعا انا صورت لكم كمان لقطة بعد ما قليت البصلات حطيت الزيت على وشها، بس طلعت ما عم صورها يعني، فانتوا بس رح تقلوا البصل بتحطوا نفس الزيت بتضيفوه فوق البرغل والعدس. أكلة مقدرة. ايه استنى هاي الحركة. طبعا البصلات حيموتوا لانه الغاز كانوا كتير ضعيف. شوف يا سلام. شوف والله العظيم مجدرة أكلة مقدرة. مقدرة يا خيو. وقت يكون متواجد المي ما في داعي انكم تمسحوا ابدا، بتكتوا هيك مي على الطاولة. وهلا بعد الغداء اكيد شو صار بدها؟ هي بدها نومة وكاسة شاي مع بعض، بس كمان الشباب راحوا لحتى يجهزوا طبخة بكرة. طبعا ترقبوا الفيديو كمان على قناتنا الثانية، فرح نساوي شاي هيك على قدنا ونشرب كاسة شاي، نحط معها كمان نعناع اخضر. هيك الشاي صار جاهز. هلا انتم بتعرفوا انه انا عندي مواهب مدفونه بالدربكه، هي لساتها مدفونه، حتى انا لسه ما اكتشفتها. هاتوا لنشوفوا بيطلع معي انا شيء ولا لا. لا ممكن يطلع معي، ممكن في امل يعني. شوفوا ما شاء الله بين كل هالوردات الزهريات اللي هنيك في بس هي الورده، شوفوا لونها. هلا ما بعرف هذا يمكن ورد بلدي، بس ما شاء الله على هالمنظر قديش حلو. الواحد بالمزرعه وقت بفيق بكير فبتحسوا بيستنزف طاقته كلياتها، امتى تبلش تخلص؟ على 4 5 بعد الغداء وبعد الفطور وبعد القهوه، بتحسوا انه انتم خلص يومكم يعني. بس بدي فرجيكم هون امبارح شو شفت. هن ما لهم محملين مو مزهرين يعني، بس كان في تنتين شفتهم. شوفوا حتى زارع شجره ياسمين، شوفوا ما احلاها ما شاء الله. هي ما لها كثير محمله يعني، يمكن من بين هي الشجره كلياتها بس هي الورده اللي محمله. اليوم حبيت اخذكم معي بروتيني من اول ما في هون بقلب المزرعه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، بس اكيد وكالعاده بدي اياكم تفجروا لي هذا الفيديو لايكات وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتابعوني على حسابي الانستغرام والسناب شات بتلاقوهم كمان تحت بصندوق الوصف. ولا تنسوا تروحوا تتابعونا كمان على قناتنا الثانيه لحتى تشوفوا باقي الفعاليات هنيك. بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديده. باي باي.